السلام عليكم كل طلاب اولى ثانوي، عاملين ايه؟ وحشين، ايه الاخبار؟ منهج اولى ثانوي عندنا السنه دي سهل وبسيط جدا. هنشتغل المنهج وهنحل اسئله كتير وكل حته هنفسرها، والدنيا عندنا سهله وبسيطه. المهم ان انت ما تراكمش عليك حاجه يا صديقي. المنهج عندنا عباره عن وحدتين، الوحده الاولى 3 دروس والوحده الثانيه عندي 6 دروس. يعني انا عندي المنهج كله على بعضه الترم الاول 9 دروس. يلا بينا نشتغل مع بعض الدرس الاول ونشوف بيقول ايه. اول حاجه عندي في المنهج بتتكلم عن الحضاره. تعرف ان اي مجهود بيعمله الانسان ده يعتبر حضاره؟ فهيطلع الطالب يقول لي ايه ده يا مستر؟ يعني انا لو قمت من النوم لبست ونزلت قعدت على القهوه ده يعتبر حضاره؟ لا يا عينيا، انت نازل على القهوه بتتمرقع، لكن اي مجهود انت بتعمله عشان تطور من نفسك ده يعتبر حضاره. تعال اقول لك ازاي. بص، بيقول لك الحضاره هي ثمره اي مجهود بيعمله الانسان عشان يطور من نفسه معنويا او ماديا. يعني ايه؟ بص، يعني انت مثلا لو صحيت الصبح من النوم، خدت دش ولبست وخدت حاجه الدرس معاك والشنطه ونزلت عشان تروح تحضر الدرس. طب انت بتحضر الدرس ليه؟ عشان تاخد معلومات وتطور من نفسك، تنجح في اولى ثانوي، بعد كده ثانيه ثانوي، ثالثه ثانوي، وهكذا. اللي انت عملته ده يعتبر حضاره. طب الحضاره اللي انت عملتها دي انت عملتها عشان تطور من نفسك معنويا. طيب ماديا بقى ازاي؟ الطلبه اللي بتنزل تشتغل في الصيف، مش اللي بتقضيها في الساحل ومقضيها على القهاوي. الطالب ده اللي بينزل يشتغل وبيتعب في الصيف، اخر الشهر بياخد حاجه اسمها مقابل مادي، بياخد فلوس. فاللي انت عملته ده يعتبر حضاره، بس انت كده طورت من نفسك ماديا. فبيقول لك الحضاره هي ثمره اي مجهود بيقوم بيه الانسان من اجل ان هو يطور من نفسه ماديا او معنويا. طب مستر بقول لك ايه، هو الهدف من الحضاره ايه؟ احنا بنشتغل ليه؟ قال لك يا صديقي، الهدف من الحضاره هو تعمير الكون، ان احنا نعمر الكون، او الاصلاح والاستمرار، ان احنا نطور من نفسنا ونفضل مستمرين. طب مستر انا عايز اعرف مين اول ناس عملت حضاره؟ مين اول ناس في العالم بدأوا الحضاره؟ بص يا باشا، انا عندي اول ناس عملوا الحضاره كانوا في بلاد الشرق. مين يا مستر؟ اول ناس اشتغلوا وتعبوا وبنوا الحضاره كانت الدول اللي موجوده في بلاد الشرق. مين يا مستر؟ زي مصر، الحضاره الفرعونيه اللي طول عمرك بتسمع عنها، وبلاد العراق، وبلد ثالثه اسمها بلاد فارس. يعني انا عندي اول ناس بدأوا الحضاره كانوا، هتقول لي، مصر والعراق وبلاد فارس. طب مصر ايه اللي ساعد الناس دي ان هم يعملوا حضاره؟ بص اسمع معايا القصه دي. الانسان كان عايش على الارض فوق الجبال والهضاب، حياه تنقل وترحال، حياته ما كانتش مستقره خالص. لغايه في فتره من الفترات حل عليه الجفاف، ما بقاش فيه ولا اكل ولا شرب فوق الجبال والهضاب، وكان عايش في حته اسمها الكهوف جوه الجبال. لغايه ما جاله يا صديقي الجفاف، واول ما شاف الجفاف بدا يسيب الجبال والهضاب ونزلوا على الانهار، من ضمنهم نهر النيل في مصر. فاول ما نزلوا على الانهار عرفوا الزراعه وعرفوا الاستقرار وبداوا يبنوا البيوت، فبداوا من هنا يشتغلوا ويطوروا من نفسهم ويبنوا الحضاره. يعني هتقول لي الانسان عرف الحضاره امتى؟ هتقول لي الانسان بدا يبني الحضاره لما عرف الزراعه واستقر على الانهار، زي نهر النيل في مصر وزي نهر دجله والفرات في العراق. حتى بيقول لك حضاره العراق اسمها حضاره بلاد ما بين النهرين، يعني بين نهر دجله والفرات. يعني لما اجي اقول لك الحضارات بدات منين، بدايتها كانت من بلاد ايه؟ هتقول لي بدايتها كانت من بلاد الشرق، مصر والعراق. طب بقول لك يا مستر، هل الحضاره فضلت موجوده عندنا؟ يعني الحضاره، التطور والتقدم فضل موجود عندنا؟ قال لك لا. قال لك التطور والتقدم بتاعنا ده خدوه الغرب وطوروه جدا جدا جدا، فبقوا احسن من بلاد الشرق. طب مستر انا عايز افهم مين بالظبط اللي في الغرب اللي خدوا الحضاره بتاعتنا وطوروها وبقت موجوده عندهم؟ قال لك بلاد اليونان والرومان. يعني الحضاره في الاول كانت موجوده في الشرق ثم راحت الغرب. طب بقول لك يا مستر، الحضاره هتفضل موجوده في الغرب؟ قال لك لا. قال لك الحضاره هترجع لنا تاني الشرق بفضل الحضاره الاسلاميه. لما نبدا نعمل الفتوحات الاسلاميه وينتشر الاسلام في كل مكان هترجع لنا الحضاره تاني. وقال لك الحضاره ساعتها لما ترجع لنا الشرق هتفضل موجوده عندنا حوالي 1000 عام. طب مستر معلش، هو مين اللي رجع لنا الحضاره الشرق؟ اوعى تنسى رجعت لنا بفضل الحضاره الاسلاميه.
يبقى كده أنا عندي الحضارة كانت موجودة في الشرق ثم راحت الغرب ثم رجعت الشرق. طب مستر هاسألك سؤال، أي تقدم دلوقتي أو تطور كبير بتسمع عنه الأول في بلاد الشرق ولا في بلاد الغرب؟ طبعا هتقول لي في بلاد الغرب، فالحضارة رجعت تاني لبلاد الغرب وفضلت مستقرة في بلاد الغرب لغاية دلوقتي، يعني هتقول لي في الآخر الحضارة استقرت في الغرب. طب بقول لك إيه، في أسئلة هنا دايما مشهورة بتيجي يجي يقول لك إيه، الحضارة دي كالطائر موطنها الأصلي فين؟ يعني بدأت منين؟ بُص يا باشا، الحضارة دي موطنها الأصلي في بلاد الشرق، يعني هتقول لي الحضارة دي بدأت من بلاد الشرق، هي لو ما لقيتش في الاختيارات هتلاقي الشرق الأوسط. طب مستر لو جاب لي السؤال ده وما لقيتش في الاختيارات ولا بلاد الشرق ولا الشرق الأوسط، هتلاقي مصر، يعني أنا عندي بالبلدي كده من الآخر الحضارة كالطائر بدأت من بلاد الشرق أو الشرق الأوسط أو في دولة مصر. طب مستر أنا شايف الحضارة اللي هو التقدم والعلم عمال يتنقل، كان في بلاد الشرق بعد كده راح الغرب بعد كده رجع الشرق بعد كده استقر في الغرب. قال لك الحضارة دي ينفع تتنقل عادي، يعني التعليم ينفع يتنقل عادي. قال لك الحضارة دي ممكن تتنقل عادي بس في حاجتين ما ينفعوش إن هم يتنقلوا مع الحضارة. إيه الحاجتين دول؟ قال لك واحد الهوية الثقافية، أصلك هويتك أنت اتولدت شخص عربي أصلك اللغة العربية، قال لك الهوية الثقافية بتاعتك دي ما ينفعش تتغير. كمان قال لك الخصائص العقائدية ما ينفعش تتغير، اللي هي إيه الخصائص العقائدية؟ الحلال والحرام والعادات والتقاليد والديانة. قال لك الحاجتين دول ما ينفعوش يتنقلوا مع الحضارة، ولا الهوية الثقافية ولا الخصائص العقائدية. يبقى هتقول لي يا مستر في حاجتين ما ينفعوش يتنقلوا مع الحضارة، ولا الهوية الثقافية ولا الخصائص العقائدية. خلي بالك بيجي السؤال يقول لك عند انتقال الحضارات يجب الحفاظ على، تقول لي يجب الحفاظ على الشخصية الثقافية والخصائص العقائدية. تعال نشوف مع بعض المذكرة. بص يا باشا بيقول لك ايه، بيقول لك الحضاره هي ثمره اي مجهود بيقوم بيه الانسان زي ما قلت لك على وجه الارض عشان يطور من نفسه ماديا او معنويا لتعمير الكون. قال لك الهدف من الحضاره تعمير الكون، هو احدى غايات وجود الانسان، يعني ده الهدف من وجودنا ان احنا نعمر الكون ونطور من نفسنا. والتطوير ده جانبين، جانب مادي زي العماره بانواعها والاختراعات المختلفه، والجانب المعنوي اللي هو زي العلم اللي انا قلت لك عليه، الفكر والثقافه والفنون والاداب المختلفه. المؤرخ ده كان عنده كده راي معين في موضوع الحضاره. ويل ديورانت قال لك ايه؟ قال لك بص، ويل ديورانت قال لك الحضاره دي عباره عن نظام اجتماعي بيعين الانسان، يعني بيساعد الانسان ان هو يزود من انتاجه الثقافي. يعني ايه يا مستر؟ بص يا باشا، قال لك الانسان عمره ما يقدر يزود من انتاجه الثقافي، يعني عمره ما يقدر يتعلم ولا يطور من نفسه غير لما يختلط بالناس ويبقى ليه نظام اجتماعي. يعني ازاي؟ بص يا باشا، انت مثلا عشان تتعلم اكيد بتنزل من البيت وبتاخد شنطتك وبتروح الدرس او المدرسه وبتختلط مع مدرس وزمايلك. فانت هنا لما بتبدا تختلط مع الناس بيبقى لك نظام اجتماعي. ده اللي قال عليه ويل ديورانت. ويل ديورانت هنا ربط الحضاره بالعلاقات الانسانيه، قال لك الانسان عشان يقدر يطور، من نفسه ويزود من انتاجه الثقافي لازم يكون ليه جانب اجتماعي. فهنا لما اجي اقول لك ويل ديورانت ركز في تعريفه للحضاره على ايه، هتقول لي ركز على العلاقات الانسانيه. طب مستر بقول لك ايه، ويل ديورانت ده قال لك حاجه تانية، قال لك عمر الانسان ما يقدر يبني حضاره غير لما يحس بالامن والامان. يعني ايه؟ قال لك طول ما البلد فيها اضطرابات والانسان مضطرب عمر الانسان ما يبني حضاره ولا يقدر ان هو يشتغل ولا يطور من نفسه. ازاي؟ عندك مثلا بلد زي سوريا، سوريا دي دلوقتي عندها حرب وعندها مشاكل كبيره، هل تقدر تبني حضاره؟ لا. طب مثلا ناس زي اخواتنا الفلسطينيين الله يكون في عونهم يا رب ويقدرهم على اللي هم فيه، الفلسطينيين دول عندهم مشاكل كبيره جدا كلنا عارفينها، هل يقدروا يبنوا حضاره؟ اكيد طبعا هيكون صعب جدا. فهنا ويل ديورانت قال لك عمر الانسان ما يقدر يبني حضاره غير لما يحس بالامن والامان. فلما اجي اقول لك هنا ويل ديورانت ركز في تعريفه على ايه، هتقول لي ويل ديورانت قال لك الانسان عشان يزود من انتاجه الثقافي اهتم بالعلاقات الانسانيه، وقال لك عمر الانسان ما يقدر يبني حضاره غير لما يحس بالامن والامان. يعني ويل ديورانت ربط الحضاره، هتقول لي بالجانب النفسي ان انت لازم تكون مطمئن، او ربط الحضاره كمان بالحدود الطبيعيه الامنه. يعني ايه الحدود الطبيعيه الامنه؟ ما انت يا باشا طول ما حدودك امنه هتحس بامن وامان فهتقدر تبني حضاره.
تعال نشوف مع بعض ويل ديورانت. بص يا باشا، ويل ديورانت ده زي ما قلت لك مؤرخ امريكي. بص في كتابه قال لك ايه؟ قال لك الحضاره نظام اجتماعي زي ما قلت لك بيساعد الانسان على الزياده من انتاجه الثقافي. وقال لك الانسان بيبدا الحضاره مع انتهاء الاضطراب والقلق والاستقرار، يعني لازم يحس بالامن. فقال لك اذا تحرر الانسان من خوفه يظهر لديه دوافع التطلع وعمل الابداع والانشاء، يعني هيقدر ان هو يشتغل ويبني الحضاره. والدليل كمان ان ويل ديورانت بص قال لك ايه؟ ان معظم الابداعات اللي عملها الانسان كانت في العصور القديمه، في الفتره اللي الانسان كان حاسس فيها بالامن والامان. وانتقال الحضارات هو اللي انا لسه قايل لك عليه من شويه. الحضارات بدات في بلاد الشرق، في مصر والعراق، اللي هي بلاد ما بين النهرين، وبلاد الفرس. ثم قال لك راحت الغرب، وبعد كده رجعت لنا تاني الشرق على يد الحضاره الاسلاميه. فضلت موجوده عندنا قرون لغايه 1000 عام زي ما قلت لك. وبعد كده قال لك رجعت واستقرت تاني في الغرب، ولغايه دلوقتي موجوده في الغرب. تعال بقى معايا مستر، انا كل ده كنت بكلمك عن حاجه اسمها الحضاره. طيب انا مدرس ايه؟ انا مدرس تاريخ، انا بتاع تاريخ. طيب التاريخ ده يا مستر لازمته ايه؟ بناخده ايه؟ طب مستر كلمني شويه عن التاريخ ده. بص يا باشا، التاريخ ده عباره عن علم. بندرس الماضي، يعني بنعرف في الماضي عشان نفهم الحاضر، عشان في الاخر نقدر نتنبأ باللي هيحصل في المستقبل. يعني انا لما باجي اكلمك او اشرح لك تاريخ، اكيد انا مش بشرح لك المستقبل، بكلمك عن ايه؟ عن الماضي. طب مستر بناخد الماضي ليه؟ عشان اقدر افهم الحاضر، عشان الهدف من النهايه هدفي انا وانت عايزك تتنبأ باللي هيحصل في المستقبل. يعني لما اجي اقول لك ايه الهدف من دراسه التاريخ، هتقول لي بالنسبه لي الهدف التنبؤ بالاحداث المستقبليه. طب مستر بقول لك ايه، هو التاريخ ده تعريف التاريخ، تمام؟ التاريخ ده اهميته ايه؟ طب مستر ده بالنسبه لي تعريف التاريخ. تعالى مع بعض نعرف ايه هي اهميه التاريخ. بص يا باشا، زي ما انا لسه قايل لك اهو، التاريخ علم بيتناول الازمنه المختلفه لمعرفه الماضي عشان نفهم الحاضر، والهدف في النهايه ان احنا نستشرق، يعني نعرف اللي هيحصل في المستقبل. تعالى مع بعض نعرف ايه هي اهميه التاريخ. بص يا باشا، بيقول لك اول حاجه التاريخ ده بيعلمني حاجه اسمها استخلاص العبر من تاريخ الامم السابقه. يعني ايه؟ بص، ان انا اشوف الاخطاء اللي وقعت فيها الناس في الماضي وما احاولش اعملها تاني. يعني مثلا لو تفتكر السنه اللي فاتت في ثالثه اعدادي، كان عندك واحد من خلفاء محمد علي اسمه سعيد. لو تفتكر ان سعيد ده سمح لفرنسا ان هي تحفر في مصر قناه اسمها قناه السويس. وبعد ما فرنسا حفرت قناه السويس، بدات فرنسا والدول الاوروبيه كلهم يتدخلوا في شؤون مصر. فانت هنا تتعلم يا صديقي ان انت ما تخليش اي حد غريب يجي يعمل مشاريع عندك عشان ما يتدخلش بعد كده في شؤونك. من الاخر كده انا عندي التاريخ ده بيخليني اعرف ايه الاخطاء اللي وقعت فيها الناس في الماضي عشان انا ما اعملهاش بعد كده. طب بيعلمني ايه كمان؟ بيعلمني حاجه اسمها ابراز القدوه الصالحه. ابراز القدوه الصالحه، لو تفتكر المدرس بتاع تانية اعدادي لما كان شغال معاك تاريخ، كان بيشرح لك الخلفاء الراشدين، زي مثلا ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، علي بن ابي طالب. مثلا لما اجي اكلمك عن خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، كل دي شخصيات ناخدها قدوه لينا في التاريخ. فلما يجي يقول لك التاريخ بيعلمني ايه، هتقول لي بيعلمني ابراز القدوه الصالحه اللي تركت بصمات واضحه في شعوبها. تمام، الانسان بياخدها قدوه ليه. تالت حاجه بيعلمها لي التاريخ حاجه مهمه جدا، تنميه الشعور بالمسؤوليه. ان انا احافظ على المكاسب اللي حققها لي المجتمع. يعني ايه؟ يعني مثلا ما اروحش على منطقه فيها اثار زي الاهرامات، مثلا تبقى طالع رحله مع اصحابك وتيجي في منطقه اثريه ترمي فيها الزباله بتاعتك وسط السياح، انت كده بتبوظ المنطقه الاثريه وبتسيب فيها اثر وحش. ما تجيش مثلا تخش متحف مهم وتحاول ان انت تكتب على الحيطه اسمك مثلا، انت كده ما بتسيبش بصمتك، لا انت كده بتشوه المناطق الاثريه. فتالت حاجه بيعلمها لي التاريخ تنميه الشعور بالمسؤوليه، ان انت تحافظ على المكاسب اللي عملها لي المجتمع وتساعد كمان في حل مشكلاته. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت اشتركت في جمعيه خيريه وبدات تساعد الناس الفقيره، ده يعتبر تنميه الشعور بالمسؤوليه. لو انت شفت اي منظر في الشارع سلبي مش عاجبك وحاولت ان انت تصلحه، ده يعتبر تنميه الشعور بالمسؤوليه. يبقى كده التاريخ بيعلمني ثلاث حاجات لغايه دلوقتي. اول حاجه استخلاص العبر، ان انت ما تقعش في نفس الاخطاء اللي وقعت فيها قبل كده. تاني حاجه ابراز القدوه الصالحه، تنميه الشعور بالمسؤوليه. رابع حاجه بقى تعالى معايا فيها يا صديقي، وهي اللي ابتعاد عن التعصب. يعني ايه؟ بص يا باشا،
في أول الدرس قُلت لك العالم ده كُلّه ما قامش على حضارة واحدة، الحضارة بدأت في بلاد الشرق، بعد كده خدوها الغرب وطوّروها، بعد كده رجعت لنا تاني الشرق وإحنا طوّرناها، بعد كده راحت للغرب وفضلت مستقرة هناك. يعني مثلًا لو جه لك واحد أوروبي قال لك العالم ده كُلّه قايم بفضلنا وإحنا اللي عملنا الحضارة تقول له: "لأ يا باشا العالم ده كُلّه ما قامش على حضارة واحدة، أنتم تعبتوا وعملتوا حضارة وإحنا في مصر تعبنا وعملنا حضارة وبلاد العراق برضه تعبت وعملت حضارة." يعني عندي دول كتيرة جدًا عملت حضارة. فأنا عندي لمّا آجي أقول لك الابتعاد عن التعصب ده عبارة عن إيه، فلمّا ييجي سؤال يقول لك العالم لم يقم على حضارة واحدة أو عنصر واحد أو لغة واحدة، هتقول لي ده بيعبّر عن الابتعاد عن التعصب. طب مِسّار، أي حد بيمشّي رأيه بالقوة وهو مش فاهم حاجة غصبٍ عن الكل، ده برضه يعتبر تعصب. فأنا عندي التاريخ بيعلّمني 4 حاجات، إيه هُم؟ هتقول لي استخلاص العبر والشعور بالمسؤولية والقدوة الصالحة والابتعاد عن التعصب، تمام؟